ايه الفرق بالألماني بين الجملتين دول؟ Ich gehe in das Zimmer و ich bin in dem Zimmer. حرف واحد غير القاعدة كلها. عشان كده النهاردة هنعرف السر الذهبي لحروف الجر المزدوجة في الألماني، الفيكسل بغيبزيتسيونن. الحروف المزدوجة اللي في حالات أحيانا بتيجي مع أكوزاتيف وحالات أحيانا بيجي مع داتيف. طب نفرق ما بينهم إزاي؟ دي اسمها فيكسل بغيبزيتسيون، الحروف المزدوجة. في قاعدة سحرية بتخلينا نفرق ما بينهم بسهولة. القاعدة دي بتقول لو الحرف جه في الجملة بمعنى حركة يبقى أكوزاتيف، لو الجملة معناها في مكان ثابت يبقى داتيف. زي ايه؟ ناخد مثال على أول حرف إن بمعنى في أو إلى. بمعنى إلى ده في حركة، إنما بمعنى في ده هو في مكان ثابت، في سكون. زي ما أقول ich gehe in das Zimmer، يعني أنا أذهب إلى الغرفة. ده كده فيها حركة، أنا بمشي داخل الأوضة، تبقى أكوزاتيف. يبقى das Zimmer دي في حالة الأكوزاتيف. إنما لو جه حرف إن في جملة زي ich bin in dem Zimmer، يعني أنا أكون في الغرفة، دي سكون، أنا في مكان ثابت، أنا قاعد دلوقتي جوه الأوضة، فجت داتيف. في حالة الداتيف دس بتتحول لدم، فخليناها دم تسمع. الحرف اللي بعديه أوف بمعنى على، زي ich lege das Buch auf den Tisch، يعني أنا بحط الكتاب على الترابيزة بشكل أفقي كده، فدي فيها حركة، أنا ماسك الكتاب بإيدي وبحطه على الترابيزة، فجت في حالة الأكوزاتيف. فقلنا دنتش، الدير في الأكوزاتيف بتتحول لدن. أما لو قلت das Buch liegt auf dem Tisch، دي مكان ثابت في سكون، الكتاب قدامي محطوط على الترابيزة، فدي تبقى في حالة الداتيف. في الداتيف الدير بتتحول لدم، عشان كده قلنا دم تش. الحرف اللي بعديه أن بمعنى على بس بشكل رأسي، زي البرواز اللي متعلق على الحيطة، متعلق بشكل رأسي. زي ما أقول ich hänge das Bild an die Wand، يعني أنا بعلق الصورة على الحيطة، دي فيها حركة، أنا ماسك الصورة وبعلقها بإيدي على الحيطة، فجت في حالة الأكوزاتيف. أما لو قلت das Bild hängt an der Wand، يعني الصورة متعلقة دلوقتي وثابتة على الحيطة، فخليناها في حالة الداتيف. في حالة الداتيف دي فاند تتحول لديا فاند.